السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة بتاريخ يوم الاثنين 11/5/2026. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بمنتصف الثلاثين يتماسك قرب 54,650 نقطة. أسعار وثائق صناديق الاستثمار. كاتليست تتطلع لمواصلة تنفيذ استراتيجياتها التوسعية ودمج الشركات التابعة. شوف كده تفاصيل الخبر ده بسرعة. قالت شركة كاتليست إنها تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجياتها التوسعية من خلال تنمية أنشطتها التشغيلية وتعزيز التكامل بين شركاتها التابعة واغتنام الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع أهدافها طويلة الأجل ورؤيتها الاستراتيجية. طب تمام. أذن تستهدف رفع الأصول المدارة إلى 18 مليار جنيه بدعم إطلاق صناديق جديدة. طيب نشوف أذن. أكد العضو المنتدب لأذن في تصريحات خاصة لمعلومات مباشر أن الشركة تستهدف تعظيم حجم الأصول المدارة لتصل إلى نحو 18 مليار جنيه بنهاية 2026 مقابل نحو 16 مليار جنيه بنهاية 2025، مدعومة بخطة التوسع في إطلاق صناديق استثمار جديدة وتنويع المنتجات المالية المقدمة للعملاء خاصة في قطاع المعادن والأصول البديلة. وقال هاشم أن الشركة تستهدف إصدار أولي إصدارات الصندوق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ضمن خطة التنويع للأدوات الاستثمارية والمنتجات المقدمة للعملاء. وأوضح أن الصندوق سيكون متعدد الإصدارات ويركز على الاستثمار في المعادن، لافتا أن الإصدار الأول سيخصص للاستثمار في الفضة على أن يتبعه إصدار آخر للاستثمار في الذهب خلال الربع الثالث والرابع. تمام. سهم أسك للتعدين بين مقاومة محورية ودعم رئيسي في نطاق تجميعي. سهم المصرية للاتصالات يواصل أداءه الإيجابي قرب مستويات محورية. بيلتون رأس المال المخاطر وسيتاديل الإماراتية تتخرجان من بوسطة. نشوف كده تفاصيل الخبر بسرعة. أعلن الصندوق المشترك بين بيلتون رأس المال المخاطر وشركة سيتاديل الدولية القابضة الإماراتية التخرج من شركة بوسطة محققا عائد داخليا بنسبة 75%. تمثل هذه الصفقة خامس عملية تخارج ناجحة لبيلتون لرأس المال المخاطر منذ تأسيسها في 2023، وثاني عملية تخارج عبر صندوقها المشترك مع شركة سيتاديل الدولية القابضة بحسب البيان. قال علي مختار الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لبيلتون رأس المال المخاطر أن التخارج يعكس قوة الشراكة مع شركة سيتاديل الدولية القابضة وآثار توافق رأس المال مع الرؤية الاستراتيجية الاستثمارية. ومن جانبه أوضح فادي دحلان مؤسس شركة سيتاديل الدولية أن السوق المصري يمثل فرصة وعد الاستثمار في الشركات الناشئة مدعومة بأسس اقتصادية قوية وكفاءة ريادية متميزة، مؤكدا مواصلة الاستثمار في منظومة ريادة الأعمال المصرية. تمام. بيلتون. طب البورصة المصرية تقرر إيقاف التعامل على أسهم شركتين. البورصة المصرية تقرر إيقاف التعامل على أسهم ريمكو وتراستمارك مؤقتا. قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم الشركتين، وبحسب إفصاح الشركة اليوم الاثنين تقرر إيقاف التداول على أسهم رامكو لإنشاء القرى السياحية في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ اليوم، وذلك لحين الرد على الاستفسارات الموجهة إليها. كما تقرر إيقاف التعامل على أسهم شركة تراست مارك المقاولات والتطوير العقاري حين قيام الشركة بالرد على الاستفسارات التي أرسلتها إدارة البورصة صباح اليوم. تمام.
العربية للمحابس تنفي استثمار مليار جنيه بالسويس وتدرس زيادة رأس المال. العربية للمحابس، نفت الشركة العربية للمحابس اتخاذ أي قرارات بشأن استثمار مليار جنيه لإنشاء مجمع صناعي بالسويس، مؤكدا أن ما يتداول غير دقيق. وأوضحت الشركة في بيان اليوم الاثنين ردا على استفسارات البورصة أن مصدر التمويل للتوسعات المتوقعة سيكون عبر زيادة رأس مال الشركة، والتي لم تتحدد قيمتها بعد. وأشارت الشركة إلى أنها بدأت بالفعل دراسة زيادة رأس المال المرخص به كخطوة أولى، وهي الخطوة التي سبق الإشارة إليها في اجتماعات مجلس الإدارة السابق خلال سبتمبر 2025 وإبريل 2026، والخاصة بتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة. العربية للمحابس، يعني هي هتفكر تزود رأس المال في الأيام الجاية. تباين مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية، والثلاثيني يهبط هامشيا. أرباح بنك قناة السويس تنمو 25% لتسجل مليار بوينت 6 في الربع الأول من 2026. عمومية دومتي تقرر ترحيل الأرباح وتنتخب مجلس جديد للإدارة. طيب بسرعة كده الخبر. وحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم الاثنين، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين وترحيلها إلى العام القادم. وشهدت الجلسة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات تبدأ من مايو 2026 وحتى مايو 2029 بنظام التصويت التراكمي كالتالي. ماشي. دومتي أسعار وثائق 42.6 مليون جنيه أرباح كاتليكس في الربع الأول من 2026. من مفيس للأدوية تستهدف 496 مليون جنيه أرباح موازنة 2026-2027. 17/5 انطلاقة اكتتاب الأسهم المتبقية لزيادة رأس مال نهر الخير. طب نشوف كده تفاصيله بسرعة. نهر الخير، أوضحت الهيئة في بيان صدر يوم الأحد أن الاكتتاب يأتي لاستكمال زيادة رأس المال المصدر من 200 مليون إلى 390 مليون بزيادة قدرها 190 مليون موزعة على مليار و900 سهم. وكانت المرحلة الأولى من الاكتتاب قد أسفرت على تغطية بنسبة 98.65%، حيث تم الاكتتاب في مليار 864 مليون سهم. تمام. أرباح طاقة عربية تقفز 65% لتتجاوز 224 مليون جنيه في الربع الأول. العربية للمحابس توضح حقيقة استيراد خطوط إنتاج ب100 مليون جنيه. تسوية إصدار 60,000 وثيقة بصندوق المؤشر SGX 30 وارتفاع القائمة إلى 5 مليون. طب يا جماعة احنا كده غطينا معظم الأخبار. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.